ايه منس، ايه الدنيا معاك؟ يا اسطى كلها ساعتين، صبر نفسك كده بذكر ربنا كده واقرا شوية قرآن. هتلاقي أذان المغرب كده يأذن وبعدين كده افطر. عارف يا منس، صراحة الصيام صعب، بس الصيام متعة في رمضان. اولا بتحس ان انت بتعمل حاجة حلوة في حياتك. ثانيا ان انت بتقرب من ربنا سبحانه وتعالى. ثالثا ان انت حارم نفسك من الحاجات الموجودة اللي انت بتاكلها على طول. بتشرب في اي وقت براحتك. لازم نعود نفسنا ان احنا نبتدي نصوم، وكمان ان احنا بنحس بالناس الفقراء، وكمان لو حد طلب مننا حاجة لله نديله. سبحان الله، الله يكون في عون الناس الفقراء اللي مش لاقي تاكل. امال يا منس، وربنا سبحانه وتعالى جعل شهر رمضان مبارك ليه؟ عشان يحس بالناس الفقراء والناس الغلابة. طب انت يا اسطى هتعمل ايه بعد الفطار؟ ورايا مشوار كده بعد الفطار أقضي، وهكلمك نتقابل على القهوة. بقول لك يا اسطى، ما تأجل المشوار لبكره. لا، وكمان خد النصيحة دي مني، لا تؤجل عمل اليوم إلى الغد. اشمعنى يعني؟ لأن بعد الفطار هتتقلب على ظهرك مثل الصرصار. اقفل يا منس، ما تشوف الولاية المجنونة دي عايزة ايه مني. حموكشة، يا ولية رايحة جاية رايحة جاية، وانت فاكراني انا هنا في موقف عبود؟ لو انا فطرت هيبقى ذنبي في الولية ديت. كل شوية رايحة جاية رايحة جاية رايحة جاية. يا ولية عايزة ايه مني تاني؟ يلا حموكشة بس خلاص، فاضل نص ساعة على الفطار. يلا انزل بقى هات لنا بقى عصير وصوبيا وعناب عشان نفطر عليه. حمامة يا قلبي، الصلاة على النبي الصلاة على النبي. يلا كلها نص ساعة والمغرب، بيقول الله أكبر وافطر براحتي. رمضان جانا وفرحنا بيه بعد الغياب. أهلا رمضان، رمضان جانا.